يا مساء الورد عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. صلوا بنا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا بقى، تعال ايه اما نقضي اليوم معاك كده. ده غدانا او عشاء يعني حسب ما ايه بنجهزه، يعني لو الاكل جاهز على العشاء بناكل، جاهز على المغرب بناكل. المهم ايه يعني ايه الوجبة بتاعتنا آه المعتادة. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه، بس قبل كل شيء انزلي اثبتي وجودك وحطي لي اللايك واشتركي في القناة، دوسي على كلمة اشتراك اللي هي باللون الاحمر، هتبقي انت كده موجودة معانا ومنضمة لعيلتنا. عيلة يوميات ام رودي ورحمة. ورب تكون قناتي بتعجبك وانا عارفه ان المحتوى بسيط، مش المحتوى اللي هو زي القنوات الكبيره. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، القنوات الكبيره ديت ما ابتدتش كبيره، يعني هي ابتدت من تحت الصفر، من السالب كمان. تمام. فاحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. تمام. هو يعني ايه، احنا بنسعى، لازم نسعى في الدنيا، وبعد كده ان شاء الله ايه ربنا يعني ايه هيدينا على قد تعبنا. طبعا كل ما بتتعبي ربنا بيكرمك. بس انا عايزه اعرفك، لو انت عندك اراده وعندك عزيمه ومصممه على شيء، والشيء ده يعني هدفك وده حلمك اللي بتوصلي له، خليكي ماشيه فيه، يعني ما توقفيش حتى لو مين وقف قبالك. لا، ده دام انت ماشيه صح وبتعمليش حاجه غلط ومحتوى هادف محتوى محترم، خلاص اتكلي على الله وامشي. يعني بصوا بقى، انا هقول لكم على حاجه. طبعا في قنوات كبيره قوي ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم طبعا. يعني كانوا مبتدئين كده، كانت يعني ظروفهم المادية كانت يعني والله العظيم كانت أقل مننا كمان. يعني وسبحانك يا رب ربنا كرمهم، وهم في وقت من الأوقات طلعوا وقالوا وحكوا تاريخهم وحكوا قصتهم وحكوا كل حاجة عنهم. يعني احنا برضو فمصيرنا يوم من الأيام هنحكي، بس احنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، احنا يعني الحمد لله. كفاية بس ان ربنا ساترنا، ما بيحوجناش لحد، وكفاية ان احنا راضيين ربنا، فعشان كده الحمد لله. بس ايه، انا عايزة بس برضك افهم لكم حاجة، هتقولوا لي انتي بتقدمي ايه. بصوا بقى، انا اللي بقدمه والله يعني هي دي حياتي اليومية، وحياة بسيطة. مش اوفر، مش اكلات اشكال وانواع، لا الحمد لله. طبعا الايام اللي احنا فيها ديت الواحد لازما يمشي على قده، ما يأفورش او في المصاريف، ما يكلفش اكل مثلا 400 500 600 جنيه طاقه واحده وفي الاخر تترمي. لا، امشي بالعقل، حاولي تدبري وحاولي توفري وحاولي بصي تمشي على قد دخل جوزك. وان عرفتي تحوشي كمان يبقى يا سلام عليكي، ست عظيمه. ولازم الست تقف مع جوزها في كل حاجة. بصي يعني إيه اقولك ايه، يعني هو يبقى بيتعب بره وانت طبعا بتتعبي طبعا مع الاولاد ومع البيت وكل حاجة. ان عرفتي يعني لو انت جاتلك الفرصة انك تفتحي مشروع وانت في بيتك، تمام. مفيش فرصة، ادينا ايه بنسعى، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. بس المهم احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس انا بعرفكم عشان بس ايه ما حدش يقول انت بتعملي، لا والله ده عادي. يعني ناس كتيره فاتحه قناه على اليوتيوب وربنا كريمها وربنا رزقها. فاهم حاجه، بس ان احنا ما نبصش لرزق حد. ده يعني مثلا ما نقولش ده بيقبض ده بياخد، بتاخد قد ايه، بتعمل ايه، الاسئله اللي مالهاش ستين لازمه ديت. يعني دوت رزق وربنا بعتهن، اذا كان كتير الحمد لله، اذا كان قليل الحمد لله. فاحنا بنحمد ربنا في السراء والضراء. بس فالمهم هنا بقى ايه، انا طولت عليكم معلش يا حبايبي. هنا اللهم صل على سيدنا محمد، كنت مطلعه ديك بلدي كان قرفني والله العظيم قوي، وعمال يضرب في الفراخ فوق بقى، وعامل عليهم ديك بقى وايه، وعمال يقطع لي في فروه دوت، ويقطع لي في الريش دهوت، ويقطع لي في العرف دوت. والله لا اذبحك، تعالى بقى انت هتعمل لي فيها 7 ديك في بعض. رحت جايباه وذبحاه ونضفته. طبعا هو يعني مش كبير قوي. رحت مطلعه حتتين وركين فراخ بيضه، طبعا كانت عندي في الفريزر. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اذبح الدوره كلها واحطها في الفريزر، واروح جايبه ايه دوره صغنططه مكانها. تمام. تمام. هنا انا عملت اهو، بشيل بقى الريمه بتاعته. اي اي حاجه بتسلقيها لقيتي فيها ريمه شيلها، لانها دي ما بتبقاش كويسه وبتبقى مضره.
قلت بقى الكوسه ما شاء الله بتبقى في الشتاء وتقولي سكر، والله العظيم سكر وعسل كده. رحت جايبه يجي كيلو، وحمرت بصلايه حلوه كده وبتاع ده اهو راسين ايه فصين توم، وشوحتها بحته سمنه حلوه كده وشويه زيت. اظبطي اكلتك، واهم حاجه بس ايه، نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد، عشان ايه ربنا يجعل في كل حاجه بنعملها فيها البركه. هنا كنت عملت برضك شويه رز معاكم، وكررت الكوسه وقطعتها، في ناس بتجردها في ناس بتقشرها حسب ما انت عايزه. هنا بقول لكم بصوا الديك ما استحملش مسافه 10 دقايق وكان استوى. والله هو بلدي، ما تفكروش ان هو يعني اي حاجه، لا بلدي بس ايه منه صغنطط. وعملنا الكوسه بص حمرا زي العسل ازاي. قلت بقى بما انه بلدي والله لا ناكله مسلوق، هو ما شاء الله بيبقى مسكر والله العظيم من غير حاجه. وعملت شويه رز، وهنا كان الاكل جاهز، ما فاضلش بس انكم تنورونا وتتفضلوا تاكلوا معانا. والف هنا على كل من كل، ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم وتنال اعجابكم، دي اهم حاجه بس. بس حبايب قلبي بقى، انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس انا بحب افضفض معاكم لانكم تعتبروا عيلتي التانية، وكفايه بس ان انا لما بغيب عنكم بتنزلوا تسالوا عني وتخشوا لي على الخاص وبتتابعوني. وربنا يبارك فيكم يا رب وفي اولادنا، وربنا ينصر فلسطين يا رب، وربنا معاهم ومعانا جميعا يا رب، ويبعد عنهم الشر وعننا، ويحفظ كل البلاد العرب يا رب، ويحفظنا جميعا. وبس يا حبايب قلبي، اذا كان عجبك الفيديو بقى يا قمر ما تبخليش علينا باللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، ومع السلامه حبيبه قلبي.